ولا اجدعها شيزلونج في اجدع اوتيل 7 ستار. قاعد يا باشا قدام البحيره وورايا الجنينه والاجواء الجميله دي، ده بشكل مجاني بنسبه 100%. ودي ميزه من ميزات دفع الضرايب هنا في المانيا. جايب قهوتي الجميله وقاعد في الاجواء الجميله دي، الشمس طالعه، باخد لي شويه فيتامين د. وفي الشكل ده، ولو الشكل ده مش مريح بالنسبه لك، في كمان الشكل ده، يبقى مثلا شخص قاعد هنا وشخص قاعد هنا، او شخص ممدد او شخص نايم، اي حاجه. في بقى واحده هناك اهي، اتنين تلاتة، وورا هنا في واحدة كمان. تنزل بقى تبص في البحيرة هنا، تلاقي سمك عمال يلعب أشكال وألوان رايح جاي. تخيل معايا بقى كده المكان ده لو واحد يجي ويقعد يذاكر هنا تحت ظل الشجرة ده كده لوحده في العزلة دي قدامه المنظر الجميل ده، ومثلا واحد يجي هنا في طلعة الفجر يقعد يقرأ قرآن في الهدوء ده والشمس لسه بتطلع كده. فهي الضرايب أي نعم عالية في ألمانيا شوية، لا شوية إيه، عالية قوي، بس بتلاقي الضرايب اللي بتدفع دي في حاجات كتيرة جدا طول ما أنت ماشي. هل أنت مع أو ضد إن الضرايب تكون مرتفعة بس المناظر حواليك جميلة وفي حواليك جودة حياة؟